لقيت عندي كده طبق كبده وكيس من المكرونه، فقلت تعالوا بقى نعمل بيهم غدا كده على السريع، يكون سهل ما ياخدش اكتر من 10 دقايق ويكون الغدا جاهز. اول حاجه عملتها جبت حله هنا حطيتها على النار وهحط فيها شويه ملح على الميه اللي بتغلي دي، وبعدين هنزل فيها بكيس كده من المكرونه وهقلبها واسيبها تستوي. طبعا كل نوع مكرونه على حسب المده المكتوبه على الكيس بتاعه، دي مكتوبه عليها من 8 ل 9 دقايق. وهصفيها. حله تانية على النار هحط فيها شويه زيت، وبعدين هنزل فيها ببصلايه بحجم متوسط كده، وهسيب لحد ما البصله تدبل وتبدا تاخد لون بسيط، مش عايزاها تتحمر قوي. وهي بتاخد لون على النار كده حطيت عليها فص ثوم مهروس. الثوم المهروس ده اختياري، مش عايزه تحطيه بلاش. اول ما البصل والثوم بداوا ياخدوا لون بسيط كده هحط عليهم عصير الطماطم، شويه فلفل اسود، شويه ملح، اقلبهم كويس وبس كده، اسيبها تتسبك مع نفسها وكده يبقى الصلصه بقت جاهزه. اول ما تتسبك هطفي عليها. بعد كده جبت طاسه حطيتها على النار، هحط فيها شويه كده محترمين من الزيت، يعني حبه ما يكونوش قليلين. بعد كده حطيت عليهم معلقه كبيره من الثوم، الاكله دي حرشه شويه فعايزه ثوم كتير. شويه كزبره. بعد ما الثوم بدا يدبل هنزل عليه كده بشويه خل، هقلبهم مع بعض. وبعدين هنزل عليه بشويه كبده انا كنت نقعاهم في خل لمده 10 دقايق، وهفردها كده واسيبها بس لحد ما تغير لون. بدات الكبده اهي تغير لونها، هبدا بقى اضيف التوابل بتاعتي، رشه من الفلفل الاسود، رشه ملح، شويه من الكمون، وشويه كزبره بس مش كتير لان احنا ضفنا في الاول. تتقلب كده شويه بس مع التوابل بتاعتها. وبعد كده عندي كام قرن فلفل كده مقطعاهم، هقلبهم يا دوب تقلبتين مع الكبده واطفي عليها. هي الكبده ما بتاخدش وقت كتير ولا سوا كتير على النار، فيا دوب بس كده الفلفل يبدا يدبل ما يبقاش مستوي قوي وهطفي عليه. دلوقتي بقى جه وقت اهم حاجه واللي بيودي طعم الاكله دي في حته تانية خالص. عندي كده طبق صغير حطيت فيه معلقه من الثوم، وعليها بمقدار ربع كوبايه من الخل، وكمان عليهم كوبايه ميه، مش هحط ميه كتير قوي. وبعد كده هحط شويه توابل، شويه من الكمون، وسنه كده بسيطه من الشطه دي اختياري بس انا بحب احطها. وكمان عندي شويه ملح على حسب الكميه اللي انتوا عاملينها، وسنه بسيطه برضو من الفلفل الاسود مش هنحط منه كتير. ونبدا نقلب الحاجات دي بقى لحد ما الثوم يدوب معاهم او يفك كده، لان الثوم اللي عندي مطلعاه من الفريزر، فهقلبهم كده وهشوف لو محتاجه ملح او خل تاني هزود لها. بس كده قلبتها كويس اهو. دي شكل الدقه بتاعتنا. طبق المكرونه بتاعنا بقى اهو، هنحط عليه كده شويه من الصلصه اللي احنا عملناها بالشكل ده، وبعدين شويه من الكبده كده، وبعدين اجي هنا بقى عند اهم حاجه، دقه كتير بقى. جربوا الوصفه دي وان شاء الله تعجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في قناتي على اليوتيوب.